اختلف الفقهاء في إخراج زكاة الفطر نقداً، حيث أجازه الحنفية وأبو إسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز، وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب إخراجها طعاماً، وهو الأفضل والالتزام بظاهر النص، بينما تجيز دور إفتاء كثيرة حالياً إخراجها نقداً قيمة لتحقيق مصلحة الفقير، وهي واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير بالسنة والإجماع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. تحري مقصود الشارع، أي البحث عن علة الحكم، وهي معنى معقول قصد إليه الشارع من وراء الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، أي يوم الفطر، وهذا يفيد عموم ما يقع به الاستغناء، لأنه أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم. ففهم من هذا أن المقصود الإرفاق بالمساكين، وهذا المقصد قد يتحقق بالعين وقد يتحقق بالقيمة، فأي شيء سد حاجتهم جاز. زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم قادر، تخرج في نهاية شهر رمضان وقبل صلاة العيد، طهرة للصائم ومواساة للفقراء. تقدر بصاع من قوت البلد، حوالي من 2.5 إلى 3 كيلوغرامات من حبوب أو تمر، أو ما يعادلها نقداً 25 درهماً مغربياً. أحكام زكاة الفطر واجبة على كل فرد مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، يملك ما يزيد عن قوته وقوة عياله ليلة العيد ويومه. المقدار: صاع من غالب قوت أهل البلد، أرز، قمح، شعير، تمر. في المغرب حدد المجلس العلمي الأعلى قيمتها في 25 درهما نقدا عن كل فرد. في مصر حددت دار الإفتاء المصرية القيمة ب35 جنيها كحد أدنى. وقت إخراجها: الوقت المستحب يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. وقت الجواز: يجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وذهب البعض لجوز إخراجها من أول رمضان. المستحقون: الفقراء والمساكين من المسلمين. ورمضان مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير وسعادة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.